السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بسكريم زي الجاهز اللي بنشتريه من بره وكمان أحلى. هيعجب ولادكم جدا وإن شاء الله مش هتبطلوا تعملوه أبدا، بس بتفاصيل صغيرة كده هتطلع معاكي نتيجته حلوة جدا. هو من الحاجات اللي هو لا ناعم قوي ويتكسر معاكي كده، ولا هو من الحاجات الناشفة بقى اللي تبقى ايه جامدة كده عليكي وانت بتاكليها. هو حاجة وسط كده بين الاتنين، مقاديره مظبوطة جدا ونتيجته هايلة قوي. كمان لا بصوا شايفين لا فرش معايا ولا اي حاجة خالص، وطالع مظبوط جدا ونتيجته حلوة قوي وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا بقى على نقدمه كده مع كوباية شاي بلبن. حاجة بجد حلوة جدا على فطار او على عشاء بالليل. بس قبل ما نبدأ بقى في الفيديو، لو أول مرة تتفرجوا على فيديوهاتي يا ريت تشتركوا معايا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا لي لايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة في البداية أنا عندي كوباية من السكر البودر. لازم السكر يكون بودر علشان يبقى سهل معاكي وما ياخدش معاكي وقت. وأخدت بقى كوباية من السمنة على زبدة على زيت، يعني هي المهم ان هي كوباية، فاللي موجود عندك في البيت حطيه. بس يفضل طبعا ان هو يتعمل بسمنة بس او بسمنة على زبدة، يعني بنحاول على قد ما نقدر ما نزودش في الزيت، ولو هتستخدمي زيت يبقى زيت يكون نباتي نظيف، ما يبقاش اي نوع. بعد كده انا ضربته بقى بالمضرب الكهربائي كده شوية. ممكن يعني لو فيكي شوية صحة كده، ربنا يديكوا الصحة كلكم، تستخدمي الاسباتيولا بس انا قلت اسهل يعني الموضوع، فاستخدمت المضرب الكهربائي لحد ما بقى كريمي كده بالشكل ده، والسكر داب تماما. حطيت بعد كده بيضة بدرجة حرارة الغرفة لحد ما بقى قوامه بالشكل ده. كده انا حطيت كل السوائل. بعد كده ننزل بقى على المواد الجافة اللي عندي. هستخدم الاول هحط يعني ذرة صغيرة قوي من الملح، مش هنزود. وبعد كده عندي 3 كوبايات من الدقيق. 3 كوبايات الدقيق دولت مش هنزل بيهم مرة واحدة، يعني انا هنزل بكوبايتين ونص كده، وبعد كده لو احتاجت العجينة تاني هزود لها، عشان ما تبقاش بقى ننزل بكوبايتين الدقيق، لان طبعا انواع الدقيق بتختلف. بعد كده بقى بعد ما اهم حاجة طبعا ننخله كويس جدا. شايفين انا بنزل بالتدريج ازاي بالدقيق، مش واحدة او مش مرة واحدة. بعد كده عندي بقى ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما نكترش طبعا لان البيكنج باودر هيخليه يفرش معاكي، فهي ربع معلقة صغيرة قوي بس هتخليه تديله نفشة حلوة كده، وفي نفس الوقت مش هيبقى يفرش معاكي ويبقى طالع حلو معاكي. وبعد كده بقى سر الوصفة ديت في معلقة من النشا، حلوة جدا بتخلي قوامه كده متماسك وحلو، وبيطلع معاكم نتيجته حلوة جدا. وبعدين ابتدي اقلبه بقى كده، يعني نعجنه بقى بايدينا احلى، يفضل ان احنا نعجنه بايدينا. هبتدي اعجن بقى بايدي كده، واول ما احتاج دقيقة احط تاني، مش هنزل بالكمية كلها مرة واحدة. شايفين ازاي؟ حسيت ان العجينة لسه طرية شوية، ابتديت بقى انزل ببقية الدقيق اللي عندي بالشكل ده. طب لو انتوا نزلتوا بالدقيق كله وحسيتوا ان هو بقى لابس كده معاكي ومش قوامه مش ناشف، يعني زي ما بنقول كده، هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله تزودوا معلقتين من الزيت او تزودوا معلقه من السمنه وخلاص، على كده هتلاقيه اخد معاكي القوام اللي احنا عايزينه. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو مجرد ما هنمسك العجينه كده ونعملها شايفين كوره كده بالمنظر ده، ونلفها وتضغطوا عليها ضغطة ما تشققش معاك ولا اي حاجة. شايفين كده العجينة مظبوطة جدا، ولا هي محتاجة دقيق ولا محتاجة سمنة. هقسم بقى العجينة دي لجزئين، جزء طبعا هنزوده كاكاو، والجزء التاني يبقى سادة ابيض. طبعا البسكريم ده من الحاجات اللي هي ايه، يعني عايزة شوية وقت شوية معاكم. فهقول لكم على حل برضو تاني لو انتي بقى مش عايزة تعملي الموضوع ده، محتاج وقت معاكي. هقولك ازاي تعملي فكرة تانية حلوة برضو، فكرة تشكيل حلوة. الاول هنحط بس معلقتين كاكاو ونبتدي نعجن كده. طبعا واحنا بنعجن بقى بالكاكاو، لو حسيتي ان الكاكاو نشف معاكي العجينة شوية، حسيتوها هتشقق معاكم، هنبتدي نحط بقى معلقة صغيرة بس كده من السمنة. شوفوا معلقة، يعني هي اصلا معلقة صغيرة مش كبيرة، بس هتفرق طبعا في ايه، في العجينة، هتلم معاكي العجينة جدا. اهو شايفين كده العجينة لمت معايا وخلاص بقت
تمام كده. بعد ما العجينه لمت بقى معايا كده، هبتدي اكور بقى لكور صغيره. الاول هجيب صينيه، هحط فيها نقطه من الزيت كده، امسحها كويس، وبعد كده هفرش عليها ورق زبده. الزيت اللي تحت دوت عشان يمسك معايا ورق الزبده ما يتحركش شمال ويمين. وبعد كده هدهن ورق الزبده دهنه صغيره كده من الزيت برضو. وبعدين ابتدي اعمل بقى كور صغنطوطه قوي كده بالشكل ده. هعمل 6 كور، لكل واحده هعمل 6 كور. ابتدي اضغط عليهم ضغطه صغيره، واحاول المهم كده من الجناب، وبعدين الفهم لفه ببطن ايدي كده. او بعد ما بصوا ازاي، اديني هعمل، ممكن تعملوا 4 تكبروهم وتعملوا 4 مفيش مشكله، بس انا بحب اعمل 6. وابتدي اضغط بس كده والمهم، والف لفه صغيره كده بايدي، هتلاقيهم اتكوروا بقى وبقوا بالشكل ده. ده شكل. طبعا ده عايز بقى ايه وقت، ولو حد بقى يساعدك مفيش مشكله. طب لو مفيش حد يساعدك وانتي مستعجله وعايزه تعملي حاجه اسهل من كده، اهو شايفين الضغطه دي، لازم المهم كده واضغط عليهم ضغطه بايدي قبل ما اقفلهم. وبعدين لفه كده، مجرد بس ما الف ايدي لفتين 3 خلاص كده بيتجمعوا، وما يبقاش فيه اي مشكله، وتطلع معاكي متساويه وشكلها حلو جدا. شايفين الجمال ده اهو. هبتدي بقى احطهم على الصينيه زي ما قلت لكم. بقى نرجع بقى لو احنا بقى مستعجلين، هجيب 2 زي بعض كده قد بعض، وهبتدي اجمعهم مع بعض والفهم لفه برضو كده صغيره. بالنسبه للتشكيل، هجيب شوكه واضغط عليها ضغطه صغيره كده، بس كده. شايفين جماله؟ برضو سهل جدا ومش هياخد معاكي وقت، وهتخلصي الكميه بسرعه. حابين بقى تعملوا الطريقه دي براحتكم، حابين تعملوا الطريقه التانية، اي طريقه تعجبكم اشتغلوا بيها. بس انا قلت لكم على الطريقه السهله، والطريقه اللي هي ايه يعني مش هنقول صعبه شويه، بس بتاخد شويه وقت بس. وبعد كده بقى، بعد ما خلصت الكميه اللي عندي كلها، ممكن نعمل نص، يعني نص لفوق ونص لتحت، بس هي كده بتبقى شكلها اشيك. خلصت بقى الكميه اللي عندي كلها، هحطها بقى على درجه حراره في الفرن بقى على درجه حراره 170، ونشغل المروحه ونسيبها. يعني هي بتاخد من 15 ل20 دقيقه هتلاقوه استوى. بس نسيبه بقى يهدى خالص ويبرد، وبعد كده نبتدي نقدمه بقى بالهنا والشفا. وزي ما قلت لكم، لازم طبعا نكون مشغلين الفرن قبل ما نشتغل يعني في نص الشغل كده تشغلوا الفرن وتسخنوه كويس، وتشغلوا المروحه. شايفين بقى جماله طالع حلو ازاي؟ بجد طعمه حلو جدا وريحته قلب البيت. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي. وكمان لو الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا لي لايك. السلام عليكم.